بلغني أيها الملك السعيد أن الملك يونان قال لوزيره: أيها الوزير، أنت دخلك الحسد من هذا الحكيم فتريد أن أقتله، وبعد ذلك أندم كما ندم الملك السندباد على قتل الباز. فقال الوزير: وكيف كان ذلك يا ملك؟ فقال الملك: ذكر أنه كان ملك ملوك الفرس يحب الفرجة والتنزه والصيد والقنص، وكان له باز رباه لا يفارقه ليلا ولا نهارا، ويبيت طوال الليل حامله على يده، وإذا طلع إلى الصيد يأخذه معه، وهو عامل له طاسة من الذهب معلقة في رقبته يسقيه منها. فبينما الملك جالس، وإذ بالوكيل على طير الصيد يقول: يا ملك الزمان، هذا أوان الخروج إلى الصيد. فاستعد الملك للخروج، وأخذ الباز على يده، وصاروا إلى أن وصلوا إلى واد، ونصبوا شبكة الصيد، وإذ بغزالة وقعت في تلك الشبكة. فقال الملك: كل من فاتت الغزالة من جهته قتلته. فضيقوا عليها حلقة الصيد، وإذ بالغزالة أقبلت على الملك، وشبت على رجليها، وحطت يديها على صدرها كأنها تقبل الأرض للملك. فطأطأ الملك للغزالة، ففرت من فوق دماغه وراحت إلى البر. فالتفت الملك إلى العسكر فرآهم يتغامزون عليه، فقال: يا وزير، ماذا يقول العسكر؟ فقال: يقولون إنك قلت كل من فاتت الغزالة في جهته يقتل. فقام الملك وحياه رأسي لأتبعنها حتى أجيء بها. ثم طلع الملك في أثر الغزالة ولم يزل وراءها، وصار الباز يلطشها على عينها إلى أن عماها ودوخها. فسحب الملك دبوسا وضربها في قلبها، ونزل فذبحها، ثم سلخها وعلقها في قربوس السرج. وكانت ساعة حر، وكان المكان قفر لم يوجد فيه ماء. فعطش الملك وعطش الحصان، فالتفت الملك فرأى شجرة ينزل منها ماء مثل السمن، وكان الملك لابسا في كفه جلدا. فأخذ الطاسة من قبة الباز وملأها من ذلك الماء، ووضع الماء قدامه، وإذ بالباز لطش الطاسة فقلبها. فأخذ الملك الطاسة ثانيا وملأها، وظن أن الباز عطشان، فوضعها أمامه فلطشها ثانية وقلبها. فغضب الملك من الباز، وأخذ الطاسة ثالثا وقدمها للحصان فقلبها الباز. فقال الملك: الله يخيبك يا أشأم الطيور، حرمتني من الشرب، وحرمت نفسك، وحرمت الحصان. وإذ به قد ضرب الباز بالسيف فرمى أجنحته، فصار الباز يقيم رأسه ويقول بالإشارة: انظر إلى فوق، انظر إلى فوق الشجرة. فرفع الملك عينه فرأى فوق الشجرة حية، والذي يسيل منها سمها. فندم الملك على قص أجنحة الباز، ثم قام وركب حصانه وسار ومعه الغزالة، حتى إذا وصل إلى مكانه الأول فألقى الغزالة إلى الطباخ وقال له: خذها واطبخها. ثم جلس الملك على الكرسي والباز على يديه، حتى إذا شهق الباز ومات. فصاح الملك حزنا وأسفاه على قتل الباز، حيث خلصه من الهلاك. وهذا ما كان من حديث الملك السندباد. فلما سمع الوزير كلام الملك يونان قال له:
أيها الملك العظيم الشأن، وما الذي فعلته من الضرورة ورأيت منه سوء؟ إنما أفعل معك هذا شفقة عليك، وستعلم صحة ذلك، فإن قبلت مني نجوت، وإلا هلكت، كما هلك وزير كان احتال على ابن ملوك من الملوك. كان لذلك الملك ولد مولع بالصيد والقنس، وكان له وزير، فأمر الملك ذلك الوزير أن يكون مع ابنه أينما توجه. فخرج يوما من الأيام إلى الصيد والقنس، وخرج معه وزير أبيه، فساروا جميعا، فنظر إلى وحش كبير، فقال الوزير لابن الملك: دونك هذا الوحش، إنه قريب منك فاطلبه. فقصده ابن الملك حتى غاب عن العين، وغاب عنه الوحش في البرية، وتحير ابن الملك، فلم يعرف أين يذهب. وإذ بجارية على رأس الطريق وهي تبكي، فقال لها ابن الملك: من أنت؟ قالت: بنت ملك من ملوك الهند، وكنت في البرية، فأدركني النعاس، فوقعت من فوق الدابة، ولم أعلم بنفسي، فصرت منقطعة حائرة. فلما سمع ابن الملك كلامها رق لحالها، وحملها على ظهر دابته، وأردفها وصار حتى مر بجزيرة، فقالت له الجارية: يا سيدي، أريد أن أزيل ضرورة. فأنزلها إلى الجزيرة، ثم تعوقت فاستبطأها، فدخل خلفها وهي لا تعلم به، فإذ هي غولة، وهي تقول لأولادها: يا أولادي، قد أتيتكم اليوم بغلام سمين. فقالوا لها: ائتنا به يا أمنا نأكله في بطوننا. فلما سمع ابن الملك كلامهم أيقن بالهلاك التام، وارتعدت فرائصه، وخشى على نفسه ورجع. فخرجت الغولة فرأته كالخائف الوجل وهو يرتعد، فقالت له: ما بالك خائف؟ فقال لها: إن لي عدوا وأنا خائف منه. فقالت الغولة: إنك تقول أنك ابن الملك. فقال لها: نعم. فقالت له: وما لك لا تعطي عدوك شيئا من المال فترضيه به؟ فقال له: إنه لا يرضى بمال، ولا يرضى إلا بالروح، وأنا خائف منه، وأنا رجل مظلوم. فقالت له: إن كنت مظلوما كما تزعم، فاستعن بالله عليه، فإنه يكفيك شره وشر جميع ما تخافه. فرفع ابن الملك رأسه إلى السماء وقال: يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، انصرني على عدوي واصرفه عني، إنك على ما تشاء قدير. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبكرة حلقة جديدة. تصبحوا على خير.